افتكر لما كنت لسه صغير، ما كنتش تعرف المستحيل، بس كنت تحط البطانية على ظهرك وساعتها تصدق انك بقيت سوبرمان. كنت تركبي على المقشة بتاعت والدتك وتحققي بيها أجمل أمنية، انك تطيري وسط السحاب، تطلع على الشجرة وانت مش فارقة معاك انك تقع، وكنت بتقدر لانك كنت عايز. اي فكرة كانت تيجي في بالك كنت تحققها على طول، كنت مصدق في نفسك انت مبدع لانك مؤمن بنفسك وبربك. بس لما كبرت الامور اختلفت شوية. فاكرة يوم ما سقطتي في الامتحان؟ افتكرت انك عمرك ما هتنجحي تاني وان دي نهاية العالم. كان عندك فرصة حلوة قوي للجواز، بس وقفت مع نفسك وقلت الوقت مش مناسب. ويوم ما فكرت ان انت تبدأ شغل جديد خاص بيك، اقنعت نفسك ان الامر مش سهل. بس عارف يوم ما اشتغلت برضو سمعت اصوات كتير حواليك بتقولك ما تخاطرش. على فكرة كان عندك افكار كتير عبقرية ممكن تخلق بيها فرص عمل زيادة في البلد، وتحسن مستوى معيشة ناس كتير، وتعلي بيها شأن بلدك، وتساعد ان انت تكبرها، ونعيش كلنا في عالم افضل بسببك انت. بس انت قلت انا مش واثق. على فكرة انت لسه مبدع، لكن مبدع شاكك في نفسه. وعدت عليك السنين وشفت واحد عنده نفس افكارك، بس عارف ايه المختلف؟ الاختلاف انه اتحرك واشتغل. هو خلى افكاره تشوف النور وتحولت لحقيقة، ونجح وبقى رقم واحد. اجتهاده وعمله هو اللي خلاه رقم واحد. وانت سألت نفسك ازاي؟ انا اللي كان نفسي احقق الحلم ده من زمان. افتكر لما كنت صغير اي فكرة كانت تيجي في بالك كنت على طول بتتحرك، لان ايمانك كان لسه قوي، ايمانك بنفسك وبقدراتك. اقول لك على حاجة، عمرك لسه ما فاتش، بس انت محتاج تلاقي الفكرة وتحولها لحقيقة. انت لسه تقدر لو صدقت. الابداع بيبدأ من الايمان، ولكل مجتهد نصيب.